السلام عليكم بنات. اليوم بغيت نبارطاجي معكم واحد الوصفه شفتها في تيك توك الصراحه طوب، وجربتها صراحه طوب، اللي هي السدر مطحون. السدر مطحون كما كتشوفوا يكون اخضر، من الاحسن يكون اخضر، ما يكونش هذاك البهت. من الاحسن يا اما خذوه من عند العطار مطحون او شي عطار كتيقوا فيه، المهم غير يكون اخضر، يكون جديد. المهم البنات كتاخذوا السدر، عنده منافع عده، يعني خاصة للشعر، بالضبط للشعر والجسم. المهم الوصفة فيها السدر و5 لتر ديال الماء. طريقة الاستعمال: كتاخذوا كمية ديال السدر مطحون، يعني زلافة مثلا، كتخلطوها مع 5 لتر تاع الماء. من بعد البنات كتاخذوا التليفون، كديروه على كتفتحوا هذيك 5 لتر ديال الماء، كديروا ليها كديروا ليها الهاتف، وكتطلقوا واحد الرقيه، نخلي لكم اللين ديالها الطوب. هذيك الرقيه ما شاء الله، كتخليو ديك الرقيه حتى كتكمل. من بعد كتغتسلوا بهذا الماء خارج الحمام، كتغتسلوا به، كتقسموه على 2 مثلا او على 3، كتغتسلوا به، كتمسحوا به الوجه ديالكم، الجسم ديالكم كامل، كتخويو عليكم بارد، ما كتزيدوش الماء الساخن. هذا دابا راه الصيف، كتدخلوا شي بيت هكا كديروا بانيو، كتخويوه عليكم، راه الطب ما شاء الله. المهم اللي كتعاني من التعب، اللي كتحس براسها عندها شي طاقه ماشي حتى اللي، راه طب سيدنا موصي عليه النبي صلى الله عليه وسلم، يعني علاش فعال، وكاع الا داومتوه راه ما شاء الله. المهم هو طريقه الاستعمال ديالو مع ماء بارد، كيتستخدمش مع الماء الساخن نهائيا، ما نصحكمش، ماء بارد. دوموا هاد الوصفه مده 7 ايام 40 يوم، يعني الحسب، هي راه زوينه اللي كتعاني من العين، الحسد. المهم هذه راه طوب، وعن تجربه هاد الوصفه ما شاء الله كتخليك يعني ما شاء الله. المهم هاد الوصفه كديروها كما قلت لكم على الماء مرقي، ومن الاحسن اللي تساليو من هاد الوصفه كتجمعوا هذاك الماء وكتلوحوه في شي جرده. من الاحسن كتلوحوه كتخويوه في شي جرده، ما تخويوهش في طواليط وهذا، لا، من الاحسن خويوه في مكان فيه النباتات، في شي مكان هكا جريده هكا، خويو. ديروا قرعات صغار هكا، قسموهم، يعني الا كان شي مكان فيه الناس وهذا، خذوا قرعه ديال ايطرو هكا، عمروها وخويوه. المهم هاد الوصفه البنات ما شاء الله دوموها، راه طب.